اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مش عارفة اقول لكم ايه. كل سنة وانتم طيبين، سنة سعيدة علينا وعليكم وعلى الأمة العربية كلها بخير وبسلامة وبهنا يا رب. سنة راحت بشرها وسنة جت بخيرها وحبها وكل حاجة حلوة فيها إن شاء الله لينا وليكم وللمسلمين أجمعين يا رب. محدش يزعل على حاجة راحت منه في 2022. ممكن نحققها وممكن نبقى ناس حاجة تانية وربنا العالم بينا. ممكن يكون ده شر وربنا بعده عننا، ممكن نحققه في سنة 23 ونقول خير لنا ولكم وللمسلمين. يا عالم إيه اللي هيجرى، بس سنة حلوة ونتفائل ونتفائلوا بالخير تجدوه، وربنا يكتب لنا كل حاجة طيبة يا رب. نقول يا رب، وربنا عمره ما هيكسفنا ولا عمره هيخذلها إننا أبدا. وإن شاء الله إن شاء الله نحقق كل اللي نفسنا فيه في 23 بإذن الله. تعالوا ندخل بقى على الفيديو بتاعنا قوي، بس ما تنسيش الأول لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد بإذن الله. وتعالوا نشوف عملنا ايه. مسكنا بقى النهاردة كان روتين قوي بصراحة. شوفي الروتين ده وتقومي تشجعي تقلبي شقتك. انا ما قلبتهاش قوي بصراحة، انا يا دوب شلت السجاد ومسحت ونضفت كده تنظيفة مش عميق قوي ولا بس يعني شلنا السجاد، مسحنا الأرضية، شفنا حاجة مطربة مسحناها، نفضنا. في اللقطة دي أنا كنت بتخانق مع بنتي عادي، يعني مفيش مشكلة. قلنا اما نسوي الدنيا شوية كان الجو حلو بصراحة. قلت لا أما أشجع وامسك بقى الحتة أديها تنفيضة جميلة كده وحلوة. بنشوفش الشمس كتير في الشتا دي. قلت بقى أما نقوم نطلع السجاد ونمسك الحتة بقى نمسحها وننضفها كده تنظيفة بنت لذينة. احنا بنقول تنظيفة بنت لذينة. لمينا بقى كله، مسحت الشاشة والترابيزة وشلت الكرسي دوت، مخليش حاجة في الأوضة ما عملتهاش، ومسكت الشبابيك نضفتها. كان بقى في ايدي صاحبة السجادة ديت معايا في رفيقتي في كل حتة، شايلها على كتفي عادي يعني مفيش أي مشكلة. ومسكت بقى الحتة قلت تعالوا تعالوا تعالوا. شكرا لكل حد بيكتب لي لايك، شكرا لكل حد بيشجعني وبيقول لي كلمة بكتب لي لايك. يا لهوي يا حست السودا يا نيام، معلش اسف معلش. شكرا لكل حد بيكتب لي كومنت حلو، شكرا لكل حد بيقول لي كلمة حلوة. الكلمة الحلوة صدقة. ما تقوليش انك هتعملي حاجة شر وربنا ما حاجة خير وربنا يبعدك عنها او ما يقعدهاش لك. تفائلوا بالخير تجدوه، وكل أيامنا هنا وسعادة وحب يا رب بإذن الله تعالى. تعالوا بقى نفتح اللي متابعني وانت لا انت عندك بلكونة. انت بتقولي انا متجوزة في الدور الارضي. ايوه انا متجوزة في الدور الارضي، شقتي في الدور الارضي، بس عندي البلكونة المحندقة الجميلة دي، ممكن اطلع عليها السجاد ولا حاجة. لكن انا ليا مناشري بنشر، ما بنشرش فيها، ما ينفعش اصلا نشير. انا بنشر على السطح بس. دي بقى البلكونه الجميله ديت ممكن بكون بنضف، برمي عليها السجاده، ممكن اكون على مهول حته ممكن احط عليها البطاطين بتاعتي شويه كده يعني. لكن ما بتنفعش غسيل ومنشر والكلام ده. كده بقى نمسك الارضيه كلها نكنسها وننضفها ونرجع ن... اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ده انا كنت جيت هنا كده وكنت قلت اما الم الحاجات اللي جنب الجزامه وننفض الجزامه من اللي بيبقى عليه ماسك مفتاح يحطه، واللي جايب في ورقه في ايده ممكن يحطها عليها عادي يعني. ده تحملت الاسيه الجزامه بتاعتنا دي. شوف انا حطيت عليها السجاده وانا ماشيه وهي يعني بنفض بها يا جماعه. السجاده ديت ما بصليش عليها، بس يعني هي قديمه شويه، بنفض بها الانتريه، نفض بها يعني مثلا زي الجزمة ديت، اي حاجة بتبقى يعني بتنفض شوية تراب حلو كده. برضو كنت شايلة سجادة اوضة الولاد، مسكتها نضفتها ونضفتها. بس هنرجع نمسح تاني.
ده انا كل دوت انتوا لسه ما شفتوش المعركة الكبير ده، المعركة الكبيرة في المطبخ. ده انا قلت بس اما انضف الشقة الاول كده ونروقها، وبعد كده ندخل بقى على المعركة الكبيرة بتاعة المطبخ. عندي بقى كمية مواعين، ما غسلتش مواعين من امبارح، وقلت بقى اما نقوم بقى. بس قلت بصراحة اما نفض الشقة الاول ونسوي السراير ونظبط الدنيا كده الاول. اللي ورا دوت مش تراب، هو انتوا حتى لو تلاحظوا هو ما طلعش من على التنفيضة، دي زي لون غامق شوية في الخشب، هو موجود اهوت ومطلعش، لانه ممكن حد يشوفه يقول لك ده انت ما مسحتش الترابيزة كويس. لا والله انا مسحها كويس، بس ده يعني زي لون غامق كده في الترابيزة، فانتم مش واخدين بقى، هو مش تراب، هو لون غامق في قلب الترابيزة. هلم بقى الهدوم اللي على ترابيزة السفرة دي بالمرة، ادخلها الأوضة وكل حاجة تدخل مكانها بقى، عشان نبقى قاعدين مروقين كده وحتتنا نظيفة. خدي بالك انت لما بتبقى منضفة الحتة، ولادك او جوزك بيجوا يلاقوها نظيفة ما بيروبوهاش لك، لكن هي لو متروبة هيروبوها لك اكتر، خدي بالك يعني. فدايما خدي بالك، خلي بالك من حتتك، من نظافة بيتك، من نظافة نفسك، من اسلوبك الكويس. كل دوت يعني هيحبب فيك الناس ويحبب فيك جوزك وولادك. من اللي معاها بنوتة يا خراب، اقول لكم هي البنوتة جميلة وعسولة وكل حاجة، بس سبحان الله بتبقى متدلعة أوي. أهو شفتوا أدا الدلع، أهو أدا الدلع. يا بنتي اسكتي حبيبتي اسكتي، أنا مشغلة الفيديو بصور، أنا عايزة أعدي أروح الأوضة يا مام. يا بنت الله يهديكي، ده بطولي بال. ما سكتتش إلا لما قفلت الكاميرا وعدت. أنا يا بنتي ما أنت قاعدة بتذاكري أو بتعملي واجبك اقعدي، لأ، هي عايزة تروح قضيتها، مش عايزة تقعد في المكان اللي أنا عايزة أقعدها فيه، عايزة تقعد في المكان اللي هي عايزة تقعد فيه. لميت طبعا الكوتشات اللي كانت هنا والجزامة وكله، لميت كله بقى، كله شوية تراب مش مستاهلين يعني. أنا الحمد لله إيدي في شقتي على طول. هنروح بقى ننطرهم ونكنس قدام باب شقتي، وندخل بقى على المعركة الكبير. ادي البوابة بتاعتنا، شوفي عمالة تقول لي اقفلي الباب، قلت لها سيبيه مش مشكلة. انا طول ما انا فاتحه الكاميرا وبسجل فيديو تلاقي بنتي دي راحه جايه راحه جايه، اقفلي يا ماما، اعملي يا ماما، سوي يا ماما، حاضر يا حبيبتي. يا بنتي طولي بالك ما فيه. تعالوا بقى اما ندخل عايزه انام. حد عاوز ينام زيي؟ اللي عاوز ينام زيي يكتب لي في الكومنتات. انا كنت بقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي ويا حبيبي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك. كنت بلم العلف. انا ما برمش علف يا جماعه، انا عندي طيور على السطح، فما برمش حاجه الحمد لله يا رب، نعمه وفضل عليا الحمد لله الحمد لله يا رب. حتى لو لقمه العيش يعني فاضت، اتلصت طبيخ اتلكت اي حاجه، لو فرفوته ما برمش حاجه. عندي اللي هي البلاستيكيه دي زي ما انتوا شايفيني كده، هي ديت بحط فيها كل حاجه، اي حاجه بقى تتخيلوا. علب بقى للحيوان، غرفت لابني مثلا وما كلش بقى معلقه دي الحمد لله يا رب بفضل الله عليه، ما برميش اكلي في الزباله خالص. القمامه للقمامه، لكن علف وكلام من ده انا الحمد لله عندي طيور على السطح، بطلع لها كل حاجه، ما بتقولش لا يعني من اكلنا يعني. باقي حاجه بقى دي الحمد لله يا رب بعملها يعني كده بقى. كان عندي كمية المواعين ده، أنا كنت بصراحة امبارح اتغدينا وخرجت، ما عملتش ما غسلتش مواعين، ما نظفتش المطبخ، ورجعت متأخرة، فبصراحة قمت داخلة انام. قلت بقى لا، ما بدهاش بقى اما اقوم انضف مطبخي وانضف حتتي، عشان برضو يعني طالما بقى نتجدعن كده ونشجع، وحد لو حد فهمني يكتب لي في الكومنتات ده انا كنت ورايا مشوار فخرجت عملته بصراحة، ورجعت بقى مش قادرة. قلت بقى اما اقوم بدري انضف حتتي وانضف بيتي، عشان بقى دي بقى تبقى حتته نظيفة وكويسة.
اهو همسك بقى كل حاجة ولسه هنمسح الأرضية. بس بصراحة بقى لقيت الفيديو هيطول عليكم قوي، يعني ايه جبتلكوا حاجات بسيطة كده، قلت لا كفاية كده عشان الفيديو ايه ما يطولش عليكم، عشان ايه ما تزهقوش مني. هلم بقى كل دوت وارجع لكم على طول. استنوا لسه طولوا بالكم. وهنطبخ سوا ونشوف المطبخ ايه، وهتشوفوا بقى كمية المواعين الحتة يعني مفيش كده. انا رجعت بقى على الرخامة اللي ورا بتاع المطبخ وقلت اما ارص بقى كله عليها ايه يتنضف مرة واحدة وننضف الحتة كده بقى. كنت خلصت، لا كده خلصت مين ده، انا المفروض اليوم ده كمان يعني قبل ما ابدا معاكم الروتين انا كنت صبنت وطلعت نشرت على السطح. هتشوفوا كميه الهدوم معايا الوقت انا طلعت لمتها، لان ما شاء الله بقول لكم كان الجو حلو قوي، ما يعني الهدوم نشفت. كنت بقى شايله ملايات، كنت شايله المفارش بتوع السراير، وكان عندي كميه هدوم. انا كنت صاحيه من بدري قوي اليوم ده، انا كنت صاحيه بدري وقلت بقى عشان ايه اقوم، لان انا عارفه كان عندي غسيل كتير. حطيت دور بالليل قبل ما انام، ورجعت حطيت دور الصبح، ورجعت استنيت شويه وحطيت دور كمان. عشان كده قمت صاحيه بدري، قلت لا لو استنيت ان انا مثلا هقوم من النوم متاخر وكده يبقى مش هخلص ايه المواعيد، مش هخلص الهدوم ديت لان الهدوم كتير. فقلت بقى اما اقوم من بدري مننا مشغلين الغساله كده، انا كنت فصلت الغساله لاني دي فيشة الغسالة كده. كنت طلعت على السطح ونزلت وعلفت الطيور. يعني من قبل الروتين ده انا كنت بادئة من بدري، من قبلها بكتير كمان. بس بصراحة اما بتصحي بدري بتحسي يعني انا كل ده كنت مخلصة قبل العصر، وطلعت لميت الهدوم كمان لان الجو كان حلو والشمس طالعة وفيها طراوة كمان. الهوا مع الشمس نشف لي الهدوم بسرعة، فطلعت كمان جبتهم. يعني انا طلعت نشرتهم في نفس اليوم وجبتهم في نفس اليوم. تعالوا بقى اما نشوف هنكمل نعمل ايه في الفيديو بتاعنا. خليكم معايا بقى ايه مع بعضنا. شوفوا بقى يعني هي الكمية مش كبيرة قوي، بس حبة حبشتكنات يعني. سبحان الله ان الواحدة اما بتقوم بدري وبتبدأ في حاجة ما انتش عايزة تخلصي حاجة، بتجيب حاجة بتجيب حاجة، وممكن تفضلي طول النهار تشتغلي ما تحسيش بقى بالتعب. مش قلت لكم عايزة انام حد يقول لي؟ انا بمنتج لكم الفيديو ده، بسجل عليه الصوت كده حوالي الساعة 12 وعايزة انام بصراحة. اللي عاوز ينام يكتب لي في الكومنتات. تبقى كنت انا ايه بجيب بقى عمالة الم واعمل يا لهوياني مش هخلص. عمالة بقى كل المواعين ديت، والمشكلة بقى ان جه كمان مني الحوض السد. يا لهوياني يا حوستي السودا يا نايم، بكره على قلبي ان الحوض يوقع عليا مية وانا واقفة. على ما خلصت وسلكت الحوض ده كده كانت هدومي اللي عليا دي بقت مية بمعنى كلمة مية. قلت يا لهوي يعني بقى كنت خلصت وخلصت. حد هيقول لي ما غسلتش الازايز وملاتها لي؟ انا بغسل من الخزان. المية قطعانة في الدور الارضي وكله، بس كانت في اليوم ده المية قطع وانا عندي خزان، فطبعا مش معقول هملى الازايز بتاع الشرب من الخزان. قلت اركنها لوقت المية تشتغل واجيبها كده بقى خلصت اهوت. وتعالوا بقى اوريكم كمية المواعين اللي اتغسلت. ما شاء الله كمية بنت لذينة اهو. كانت برضو الأبلة عمالة تنحي فيه. شوفوا بقى كمية هنا المواعين قد ايه. وده بقى كان غدانا النهاردة. كان بصراحة ده تاني يوم المحشي. كانت انا حاشية الدقية دي كمان صغيرة كده، قلت اما اعلق عليها وانا بقى يعني بنضف وبعمل حواليها بقى كده. كمان كان كوتشي ابني عاوز يتغسل بالمرة، قمت جايبة شوية مية في الغسالة العادية ديت. بحب اغسل الكوتشات في الغسالة بصراحة، بتنضفهم عن ايدينا كتير. مهما بتقعدي تحكي بايدك وبالفرشة وبالكلام ده ما بتنضفهوش، لكن الغسالة بتنضفه. ده بقى كده قلت اما امسح بقى الارضية
على ما الغسالة تغسل الكوتشي واعمل والحتة اللي انا بفرشها في المطبخ دي كمان غسلتها بالمرة يا له. ده بقى كنت مسحت وفرشت السجاد ونضفت الحتة كده، بس الكراسي دي عايزة ترجع مكانها، والستارات الشد اهي شوفوا برضو عشان تعذروني كده. بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناة. وكده بقى ايه اهو كده بقى غسلت الكوتش اهوت والحتايات. اطلع بقى انشرهم واطلع اجيب التل الهدوم اللي فوق، وتعالوا نشوفوا المطبخ معانا بقى اخباره ايه. اهو كده بقى المطبخ بتاعي بقى فل. غسلت المواعين وكفتها ونضفت الحتة، والاكل على البوتاجاز زي ما انا سايباه. هطلع بقى اجيب لكم الهدوم واجي. شفتوا بقى التل الهدوم ده؟ والله ده كله مغسول الصبح، كل الهدوم دي مغسولة الصبح. متنسيش بقى تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك منه كل جديد. وكده اشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.